الحمد لله على السلامة. مين حضرتك؟ أنا من طرف الدمنهوري. حبيبي وابن حبيبي. اتفضل. اتفضل يا باشا. هتطلع السلم ده، في السلم اللي بعده شمال، في السلم اللي بعده يمين، هتلاقي الشركة في وشك. لا لا. محمد رسول الله. الحمد لله على السلامة يا باشا. انت فاكر نفسك طالع رحله تلعب وتسهر وترجع اخر النهار؟ انت ازاي تسيب المكان اللي احنا دبرناه لك عشان نبقى مطمنين عليك ورتبنا لك فيه كل حاجه وتعرض نفسك والعمليه كلها للخطر؟ أنا عارف إنه غلط، وأنا برضو ما كانش ينفع أقعد في بيت الدمنهوري يا باشا بعد اللي حصل. وايه بقى اللي حصل يخليك تتصرف بالشكل ده؟ واوعى تقولي انك اكتشفت انك متراقب، لان مفيش حد فينا هضم الموضوع ده. اللي حصل يا باشا ما ينفعش يتحكي وملوش علاقة بالمهم. مفيش حاجه ما تنفعش تتحكي، ومفيش حاجه بتحصل حواليك ملهاش علاقه بالمهمه. طب احلف يا باشا، احلف إن اللي هحكيه ده يفضل سر بيننا وبين بعض. كمل يا عمر. يا باشا ما ينفعش أخون الراجل اللي قواني في بيته. عمر، انا جبت اخري منك. باشا أنا دخلت الأوضة لقيت خديجة بنت الدمنهوري نايمة في السرير ولابسة لي قميص نوم. كمل. كمل إيه يا باشا؟ بس. وده اللي خلاك تسيب البيت بالشكل ده؟ يعني أخون الراجل اللي قواني في بيته ومن طرفكم؟ مهما حصل ما ينفعش تخالف التعليمات. باشا أنا راجل وفي غربة، أبوس إيديك ما تقرص عليا أكتر من كده. مهما كانت دوافعك نبيلة، الطريقة اللي سبت بيها بيت الدمنهوري ده غير قلقنا عليك، كان ممكن يشككهم فيك. يشكوا مين يا باشا؟ ده سالم فاكرني عايز أزنق البيت. ساعة لما شافك معاها في الميدان. الله، طب ما سعادتك عارف كل حاجة أهو. أنا عارف من ساعة ما رجعت القهوة للدمنهوري، إنما اللي قبل كده أنا ما أعرفش عنه حاجة. طب سعادتك عارف إن سالم جاب لي نسوان؟ علشان يصورك. طب والمصحف كنت عارف؟ وكنت عارف إن داني بيتفرج عليكم؟ لا، النقطة دي ما أعرفهاش. طب احكي لي بقى إيه اللي حصل من ساعة ما قابلت سالم لغاية دلوقتي. طب ما فيش بق شاي؟ بق شاي. الشقة دي مفروشة ولا إيه؟ لا، قانون جديد. أخيراً أول مرة تفك من ساعة ما شفتنا يا باشا. وكان ممكن ما اشوفكش يا عمر ولا حد تاني يشوفك. عارف ليه؟ لأن الغلطة بفورة. باشا أبوس إيديك بالراحة عليا، أنا ملصم نفسي بالعافية. لا 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 لا، أنت مش ملصم نفسك، أنت حسيت بنفسك. أنا؟ أيوه عمر، أنا قاريك أكتر ما أنت قاري نفسك. نبرة صوتك وأنت بتقول لي والمصحف أنا كنت عارف إن هم بيصوروني فيها إحساس بنفسك زيادة عن اللزوم. طريقة سيبانك بيت الدمنهوري حتى لو وراه نخوة رجولة، لكن في حتة ثقة زيادة، ولو وثقت في نفسك بسرعة قوي كده تبقى دي بداية النهاية. أنا آسف في السؤال، هو سعادتك متشائم بطبعك؟ بالعكس، أنا متفائل جدا، بدليل إني جيت لك. هو سعادتك جيت ليه؟ علشان أفوقك. خلاص يا باشا، مش كل شوية تقولها في وشي. لا، كل شوية هقولها علشان تفوق. عندك حق يا باشا، يمكن عشان اطمنت فثقتي زادت. لا 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 لا، مش يمكن ولا حاجة، أنت فعلا ثقتك في نفسك زادت زيادة عن اللزوم. خلاص يا باشا، مش كل شوية في وشي كده. لا، كل شوية في وشك كده علشان تفوق. طب أنا فقت، أرفع إيديا يا باشا وأتذنب؟ علشان أحضنك. أخيراً. قول لي بقى، رحت بيت فين من ساعة ما سبت بيت الدمنهوري؟ في فندق معفن، أعفن فندق فيك يا مصر أنضف منه.
حد عارف انت نمت فين؟ اه سالم، لانه اصر ياخدني معاه الفندق بتاعه بايت معاه. علشان تبقى تحت عينه 24 ساعه. وده غلط؟ لا بالعكس، ده كويس بالنسبه لنا، علشان هو اللي هيبقى تحت عينك 24 ساعه. يا باشا بس ده عامل زي الفرقع علوز، 24 ساعه بيون. ما تقلقش، احنا مراقبين كل تحركاته زي ما هم مراقبين كل تحركاتك. بق شاي بقى. بقين شاي. يلا. تعال. ايه البيت ده يا باشا؟ كام اوضه؟ كتير. دول المكلفين بمراقبتك واللي اكتشفناهم لحد دلوقتي. ولسه في تاني ولا يا باشا؟ لما هطلبوا منك انك تشتغل معاهم المراقبه هتزيد. بس هما ما يعرفوش مكاني فين دلوقتي. اكيد. الراجل ده لو كان جري وراك كان هيتكشف، بس انت اللي جريت علشان ما تتعورش. تفتكر يا باشا سبوبه رجله جت في الخيال ولا لسه؟ تفتكر انت ايه؟ والله يا باشا انا شايف همسات ونظرات كده. انا احساسي بيقول ان رجله دخلت الخيال. احساسك صح، من غير ما تتنفخ قوي كده. ماشي. احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش رجله غرزت لغايه فين. شطارتك بقى تجيب لنا المعلومه دي. وايه تاني ساعتها؟ انا عايزك تقرب من سالم من غير ما يحس انك مدلوق عليه. قرب منه اكتر من كده يا باشا، ده انا قاعد معاه في اوضه واحده. ده لو اخويا ابن امه وابويا ما كنتش هستحمله. ده اكيد مصطفى جاب الاكل، خليك انت. اهو يبقى عيش وملح هنا كمان. شكلها بتنجان. الجمبري خليك بيه. لا لا معلش. تعال. يا سلام، شويه فوسفور كده يرموا العظم. دايما عامر خالد بيه. انا والشفا. دايما عامل خالد بيه. هو الاكل ده مش على حساب لا انا اللي عازم. ده مصطفى بيه ضرب. يا اخي بالهنا والشفا، انت هتقر على الراجل. الله على ضحكتك يا باشا. تصدق وتؤمن بيه؟ لا اله الا الله. انا بطمن لما بشوف ضحكتك. اطمن يا عمر. يلا عشان ما تتاخرش. يا خساره. الايام جايه كتير ان شاء الله. خلي بالك من نفسك يا عمر. خلي بالك من الدقن احسن تطلع.